كان في ولد اسمه حسام كل ما ياكل حاجة من الشارع بطنه توجعه جدا. في يوم من الأيام خرج راح كل سندوتش طعمية على عربية الفول والطعمية اللي واقفة على أول شارعهم، وبعدها بشوية حس بمغص جامد وبطنه قعدت تكركر شوية وبعدين شوية إسهال. أمه شافته بيتلوى من الوجع الشديد، قالت له يا ابني هو مش أنا قلتلك بلاش أكل من الشارع؟ والدته خدته جري وراحت على الصيدلية. هنا الصيدلي أول لما شاف حسام سأله إيه اللي وجع بطنك يا بطل؟ كلت إيه ولا هببت إيه؟ حسام حكاله إن هو حس بكل الأعراض ديت بعد لما كل سندوتش الطعمية على العربية على أول ناصية الشارع بتاعتهم. هنا الصيدلي فهم إن ده تسمم أكل بسيط بيحصل للشعب المصري كله. قال له يا حسام لازم تاخد بالك من الأكل اللي أنت بتاكله بالظبط، خصوصا من بره البيت. يا ابني الأكل اللي من بره البيت اللي مش نضيف بيجيب وجع في البطن وإسهال. فالصيدلي راح مديله دواء للمغص ودواء للإسهال، وقال له اشرب سوائل كتير على قد ما تقدر، وكل أكل خفيف على المعدة زي الرز المسلوق والزبادي، وبلاش أكل دسم أو حراق. واداله نصيحة كمان، قال له إن لو الإسهال زاد أكتر من يومين وقلب معاك بترجيع لازم تزور طبيب. حسام روح البيت سمع الكلام وكل الأكل المسلوق والزبادي وخد العلاج، بطنه ارتاحت الحمد لله. ومن ساعتها حسام اتعلم إن هو بقى يقلل أكل من الشارع على قد ما يقدر علشان هتعمل له وجع في بطنه وإسهال. وعرف أهم حاجة إن الصيدلي يقدر يساعده في وجع بطنه البسيط اللي هو حس بيه.